يقال أن ماري أنطوانيت فاقت الرجال قوة عندما اقتيدت إلى ساحة إعدامها، فهل كانت مظلومة؟ ويلاه من عدسات التاريخ العجيبة. ماري أنطوانيت عام 1789 بدأ تاريخها ينزاح نحو السقوط، فمن مأساة موت ابنها إلى فقدان السيطرة على الشعب. هذا كله كان يرصد من كتاب التاريخ رصدا عجيبا، وكأنه يرتب لمئات السنين القادمة. اجتاح التمرد أحياء فرنسا، وأجبرت العائلة الملكية على الإقامة الجبرية، ولم تنجح جهود إخماد التمرد، وحاولت الاستنجاد بأخيها ملك النمسا، لكن قبض عليها وأعدم ابنها بالمقصلة، ثم سجنت وأهينت، وتحول شعرها الجميل إلى أبيض مجعد، واقتيدت في 16 من أكتوبر عام 1793 وهي مرفوعة الرأس مع ابتسامة ملكية، ليقطع رأسها بمشهد غير مجرى التاريخ الأوروبي والعالمي. لا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.